كلمه ورد غطاها، لو المنتخب ده مش معمول حسابه يا جماعه فكوه وريحونا بس عشان ما يبقاش شكلنا وحش. وانا مع الراجل والكلام اللي بيقوله طبيعي جدا. تاخد لي نص المنتخب 8 لعيبه وهتقول لي خد لك اي لعيبه تانية، وصل المنتخب ده احنا ما كناش عاملين حسابه. مين اللي هيروح يحاسب على النتائج؟ طب لما انت مش عامل حسابه عملت حسابه ليه من الاول؟ طب لما انت مش عامل حسابه ان هو يبقى موجود ومشارك وعندك ماتشات وانت مزنوق، انت يا عم مزنوق وعايز تخلص البطوله بدري، ما تعملش بقى المنتخب ده خلاص. ما سهله ايه؟ سهله. هل في حاجه اجباريه بتقول لك شارك في البطوله العربيه؟ في حاجه اجباريه بتقول لك شارك فيها؟ طالما هو ما فيش حاجه اجباريه، انت دلوقتي ما كنتش اخدت القرار من الاول وقلت يا باشا تعالى نشارك في البطوله العربيه، فانت عمال تخدم على المنتخب وتلعب له ماتشات وديه، ثم بعد كده تقول والله يا جماعه اصل اكتشفنا ان احنا مالوش مكان. واحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في مننا فينا، كان في اتحاد كوره ورابطه. يعني انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ يعني بنتكلم جوه بعض، يعني بنتكلم بعض. فاحنا مقطوع التواصل ما بيننا وما بين بعض الى هذا الحد. وفي نفس الوقت بنتكلم على ان مفيش ملاعب تدريب للمنتخب، منتخب مصر. ما بكلمكش في فرقه في الدوري يعني، ها؟ منتخب، ومش في الدوري، مش فرقه في الممتاز به مثلا، مش فرقه في القسم الثالث مثلا، كان منتخب مصر. والله ما عندي حاجه اقولها. كل مدى شفت الراجل اللي قال لك ايه، كابتن حلمي طولان، قال لك يا جماعه احنا بنتكلم في، احنا عايزين نطور الكوره، احنا بنتكلم في الحاجات دي. ابتدي بقى شوف اللي انا ابتديت بيه الحلقه، احنا في الحته دي يا جماعه. بس بعد الفاصل دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، خليكم معانا.